الجزائر في غيها تمادت في تناقضاتها الصارخة فاختلطت عليها الرياضة بالسياسة. لم تعد تفرق بين فريق كرة قدم وفيلق عسكري، وكأنها في حرب مع عدو لا وجود له إلا في مخيلتها، لينعكس ذلك على بعثة فريق نهضة بركان حينما حل بمطار هواري بومدين. فتح لمين والتقرير. مجرد مباراة عادية في كرة القدم ضمن دوري أفريقي ذهابا في انتظار إيابها ليعلن عن الفريق المؤهل من بين فريقي نهضة بركان واتحاد العاصمة الجزائري، لكن السلطات الجزائرية كانت لها كلمة أخرى، فأخرجت المباراة عن سياقها الرياضي وكعادتها ترمي بكرة الفريقين في مرمى المؤامرة السياسية لتبدأ حكاية قميص هو اليوم أكثر القمصان شهرة بعد قميص يوسف. الأخير قض من دبر والآخر حيك من جديد بيد خياط المؤامرة.